وصفتنا النهاردة من الوصفات الجميلة. هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالكفتة، وطعمها وريحتها مفيش ألذ وأطعم من كده. هنحتاج في وصفتنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، وهنحتاج طماطم متقطعة شرائح، وبصل شرائح، وطماطم وبصل للبشر، وهنحتاج كمان نص كيلو من البطاطس، واحتاج كوبايتين من الشوربة. أنا هنا حطيت مكعب مرق دجاج مع كوباية مية سخنة وعملتهم شوربة. هستخدم المبشرة بتاعتنا، وهجيب البصلاية بتاعتي وابشرها كويس جدا، وحبتين من الطماطم، وبعد كده هعصرهم كويس او اخد المية بتاعتهم واتبلها كويس واستخدمها في تكوير الكفتة. وهنزل عليهم بمعلقة من بهارات اللحمة، ورشة بسيطة من الفلفل الحار، ومعلقة من السبع بهارات، ومعلقة من الفلفل الاسود، ورشة بسيطة من الملح، واقلبهم كويس جدا مع بعض. وهاخد نص المكون ده احط نصه على طبق الشوربة انكه بيه الشوربة، والبقيته هكور بيه اللحمة المفرومة. وهجيب اللحمة بتاعتنا وهنزل بيها معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة من بهارات اللحمة، ورشة بسيطة من الملح، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. وهكور الكفتة بتاعتنا باستخدام مية البصل. بشر البصل بالطماطم ومنكهة بالبهارات بتدي طعم حلو جدا للكفتة، وبتخليها طرية قوي من جوه. وهخلص كل الكمية وهرجع لكم تاني. وكده انا خلصت من كل كمية اللحمة اللي كانت عندي او الكفتة اللي كانت عندي. هجيب الصينية بتاعتي وهنزل فيها بالبصل والطماطم، وهبدأ انكهها بنفس البهارات اللي استخدمتها في بشر الطماطم واستخدمتها في اللحمة: فلفل اسود وسبع بهارات وشوية بابريكا وملح وبهارات لحمة، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. وهنزل عليهم بالبطاطس عشان تاخد نفس نكهة البهارات. وبعد ما اقلبها مع البطاطس هرجع تاني الم البطاطس بتاعتنا في الطبق، وهحضر الصينية بتاعتنا وابدأ ارص فيها البطاطس مع كور الكفتة. رصيها بالشكل اللي تحبيه، ترصيها دايرة، ترصيها مستطيلة، حسب ما تحبي. تفنني انت بقى في رص الصينية. وده شكل الصينية بتاعتنا بعد ما رصتها. هنزل عليها برشة بسيطة جدا من الزيت، لان اللحمة هنا كانت كاملة الدسم. وهجيب قطعة من الفويل واقفلها كويس جدا من الجنبين، وهنزل فيها بقطعتين الفحم المولع ورشة بسيطة من الزيت. ريحة الفحم بتدي نكهة حلوة جدا للصينية بتاعتنا. وهنزل بعد كده بالشوربة بتاعتنا ورشة بسيطة من الزيت على الفحم عشان ناخد ريحة الفحم، وهغطيها بسرعة جدا قبل الريحة ما تخرج من الصينية. هكتمها بورق الفويل وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 من تحت لحد لما تستوي، وبعد كده هطلعها على الشواية. ده شكلها بعد ما استوت. هحطها على الشواية بتاعتنا، وده شكل الصينية بتاعتنا. بألف هنا وشفا. صينية بطاطس بصراحة ملهاش حل. البطاطس مستوية جدا ومرملة، والكفتة مستوية وطرية من جوه، وبالهنا والشفا من أكلات زمان مع مرهف.